كي دايرين؟ لاباس بخير على خير؟ نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع بعض واحد الحلوه غادي نديرها للدار ان شاء الله، وقلت غنبارطاجيها مع البنات ان شاء الله. نتمنى انها تعجبكم. هذه الحلوه اللي كتجي اكثر من رائعه، هي بسيطه ولكن كتجي اكثر من رائعه. نتمنى على البنات اللي دخل عند منيا كيف العاده ما تبخلوش على اختكم بواحد الابوني وواحد الكومونتير زوين، هذا فضل من عندكم، شكرا لكم والله يحفظكم. وما نطولش عليكم وندخلوا في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديال هذه الحليوه اللي غنشارك معكم اليوم البنات، هنا عندي 2 كيسان ديال الدقيق الابيض محمر بحال هكذايا، هنايا واحد الساشيه ديال الخميره، هنا كاس ديال سكر ثقيل، هنا واحد 60 غرام ديال الزبيب كحل مقطع طريفات صغار، هنا كاس ونص ديال اللوز محمر شي شويه في الفران، دايز في الفران شي شويه، واحد نص كاس ديال الزيت، واحد 2 د البيضات يكونوا صغار في الحجم، وواحد الساشيه ديال سكر فانيلا، وهنا الغطار ديالنا دايرين فيه شويه ديال الملح. هادو هما المكونات، ودابا ان شاء الله ندوزو للتحضير. صافي هنا البنات غادي ناخذوا الاناء ديالنا فاش غادي نخلطوا هاد الحليوه هادي. درت دوك 2 بيضات وكاينه فريته د الملح تما. غادي ناخذ هاد الصفايه ديالنا غادي نغربل فيها داك السكر ثقيل. قلنا كاس ديال العنبه ما يعادل 85 غرام، اللي بغات دير بالغرام، او كاس ديال العنبه. هنايا غادي نسوس ساشيه ديال سكر فانيلا، اولا عندكم السائل ديروا السائله، ديروا معلقه كبيره. هنا البنات قبيله فاش ذكرت معكم هادو المكونات، الدقيق 600 غرام والزبده 250 غرام نسيتهم، هذا لها البنات. هنا ضفت نص كاس ديال الزيت، عاد دارت في راسي طق فينا هي الزبده ما حطيت، حيت جبدتها وخليتها كتطلق ما حطيتهاش فوق الطبله وتنسات ليا. هي هذه البنات الزبيده ديالنا غادي نضيفوها من فوق البيض وداك السكر، واخا جبناها هي الاخر ماشي مشكل. غادي نضيفها وغادي نمعكها مزيان مزيان مع البيض ومع السكر حتى يعني تذوب ليا في يديا مزيان. كما قلنا 250 غرام ديال الزبده حيت هي اللي ما ذكرتش، و600 غرام ديال الدقيق، يعني زائد دوك 2 كيسان اللي غادي نديرو محمرين، تقريبا كاس ونص، يعني قولي 2 كيسان وخلاص ما عامرينش مزيان. صافي هنا البنات من بعد فاش يعني كندعق هذيك الزبده مزيان مزيان تدعق لينا مزيان، غادي ناخذ الغربال، لان ما كاينش اللي غيساعدني غير يديا بوحدي. غادي نضيف دوك 2 كيسان اللي ما عامرينش بزاف ديال الدقيق محمره بحال هذاك باش كنديروا السفوف او سلو. صافي وغادي نضيف الخميره ديالنا ساشيه كما ذكرت معكم من قبل، وغادي نضيف داك اللوز ديالنا 2 كيسان حتى هما ما عامرينش، وضفت الزبيب ديالنا. صافي وغادي نبدا نخلط. هي ديك من بعد فاش غادي نخلط هاد الدقيق مع هاد المكونات كامله، غادي نبدا نضيف الدقيق الابيض شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين وكتبقى لينا لينه. كما قلت لكم البنات هزات ليا 600 غرام، والدقيق كيختلف من دقيق لدقيق كيختلف. انا 600 غرام درتها فيها يعني جمعاتها ليا من داك الشيء رفيع، وبعد المرات كيبقى ليا من 600 غرام على حساب كما قلت لكم الدقيق. ها نتوما العجين كتبقى بحال هكا لينه ومزيان. انا خديتها البنات هاد الحلوه ممكن ديروها بالهلال بحال ديك الحلوه اللي كنا نديرو شحال هادي، وغادي كتعجبني غنديرها بهذاك المراشم بجوج. هاد الدائري حتى هو فيه قليبات بحال هكا كيجي زويون، هانتوما شفتوا كي داير. وغادي نديرها بداك المول ديالنا هذاك الاخر دابا تشوفوني وعاد من بعد غادي ندير واحد الصف هكا، غادي نديرو ديال بالكاس، نديرو شويه هكا وشويه هكا وشويه هكا، كتعطي منظر زوين وكتجي بنينه يا البنات، وكتجي من داك الشيء رفيع. نتمنى عليكم انكم ديروها وتخليو لي التعاليق ديالكم ان شاء الله باذن الله. هذه هي الحليوه انا اللي درت لهم اللي نضر في هاد عاشوره، درت لهم هاد الحليوه هذه ضروري باش دوزي كويزتاتي ولا هذه الا جا عندك شي حد كتجي خفيفه ظريفه وزوينه. خلاص درت هاد الطابع حتى هو درتو، حتى هو سميتو ديالو كيجيو زوينين. من بعد غادي نحيدو، غادي ندير الكاس، يعني اللي بغيتو ديروه ديروا بالكاس، ديروا بالطابع، اي طابع عندكم بغيتو ديروه به ديروه.
يعني بدون تعليق، يعني كتجي من داك الشرف. هنا ساليت البنات الحلوه، الفران ديالنا كيسخن على 180، كنردو على 140 الفوق والتحت، وكنخليها طيب على خاطر هيا البنات. هنا البنات من بعد هي طابت لينا. شوفوا اللون كيفاش كتاخذ اللون موحد، كتاخذ اللون يعني مذهب، داك اللون من داك الشرفي. خديت هنايا واحد 200 غرام ديال السكر ثقيل، راه ما بانش ليا، سمحوا لي في التصوير. صافي كنغطسها في السكر حيت البنات كتجي مسوسه، كناقص ليها السكر بزاف. دونك شي غادي نديرو بالسكر ثقيل، وشي غادي نخليه الموالين السكر بلا سكر بلا والو، غادي نخليه غير بحال هكاك. خلاص تقريبا هذا هو النهايه ديال الفيديو ديالنا. مره تانية عواشر مبروكين بالصحه والسلامه وطول العمر، ونتلاقاو واحد شويه باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتمنى الناس عجبكم. ممكن انكم ديروا لها سكر ثقيل، وممكن انكم تسربيوها غير بحال هكا، تخليوها بحال هكا عاديه يعني ما بلا ما ديروا لها السكر. داكشي كيبقى الاختيار ديالكم، ونتمنى ان يعجبكم. ونتمنى اللي دخل عند مونيا يعني ما تبخلوش عليا بالابوني وبالكومونتير ديالكم الزوين. وشكرا لكم، والله يحفظكم وبصحه والراحه، وعواشر مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر للجميع. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.